انا بغيت غير نوصل ميساج رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون من هذا المنبر، نقول له الا خسرنا كونتر الارجنتين قطع علينا الكونيكسيون لمده 50 سنه. قطعها ما تغامرش بينا. فيك توقع النتيجه؟ 2-1 لينا. توفيق. كنت راح نقول لك 3-0 الناس ما يصدقوا لينا، لكن خليها 2-1 وتذكر 3-0. توفيق. هلا حسحس، هلا بزين. حيهم. هلا ابو عمر. هلا حسحس. فيدان. الله لا يفهد امرك. جايتني علومك في المزرعه يا المخزي، وش انت مسوي في المزرعه؟ هلا عبود. الاخوان ديالي السلام عليكم، خليو لنا واحد لايك وغادي نبداوها زاهيه. اسعد ايام المغاربه، اسعد ليله في تاريخ المغاربه هي هذه. كانوا عندنا بزاف ديال الحسابات القدام تصفاو في ليله واحده، سبحان الله العظيم، في ليله واحده. وتاجي تشوفوا معايا الكراغلاش داروا البكا وكيبكيو البكاء والنواح. هضرنا معاك صادي، ما اليوم حتى واحد هضرنا معاك في لاكوب دافريك. انت اللي درتها لنا صادي باسكو انت ماكش رئيس الاتحاديه يا حبيبي. بيتكوفيتش ماهوش اونطرينور الحوسه ودكا، ماشي حد يخلصوا ثلاثه بارتيات دكا حوسه. ويا صادي خاصك انت ماكش رئيس الاتحاديه، خاصك انت في لاكوب دافريك. النهار اللي شفنا واش كاين عرفنا بلي ما عندناش رئيس اتحاديه صاحبي. وما تقوليش معليش نطلعوا خاص بهدلتوا بينا. ما كاش اليوم روح الفريق، ما كاش. قال لهم ديك الخطره قال لكم واحد انفلونسر قال لكم في الطياره يهضر معاهم حاج موسى، الاخر مشنف، الاخر ما عندناش. عندنا حنا بيتشكوفيتش نشوفوا بنته كي تكون رايحه تشوف لاكو رايحه تتفرج. وعندنا وليد زيدان، عندنا وليد زيدان باش يجي زيدان لينا نتباهاو به. وليد زيدان راح زيدان شفتو راح شاف المروك، ما داوش وليدو بصح راح شاف المروك زيدان. وزيد عندنا حنايا راك تعرف عندنا صادي وعندنا بيتكوفيتش. بيس. الله الخوت كي كنتشفى وكنضحك قسما بالله الى النشاط. عرفتوا علاش؟ حيت خارجين لنا البارح هذا وواحد الكرغولي اللي بحالو خارجين وكيقول لك المرار كاملين تبغيو تشجعوا ضدنا، جيبوا خواتاتكم فهمتي باش تزهيونا وكذا. لذلك انا خوتي ناشط وفرحان وكنضحك حتى هنا والله الا حتى لودني. مازال البكائيات. سمعوا. خرج لي وليد زيدان، جايب لي وليد زيدان خاطر اسم بابا داير ولينا كاردياك تقاعد بيا. خرج لي وليد زيدان، دخل بوبوت والله ما راهو كارديا تقاعد بينا. قلنا لكم في لاكوب دافريك. خرج لي وليد زيدان بركا ما تقاعد بيا يا صاحبي، بركا ما تقاعد بيا. المعارف عندنا في ناسيونال. ميسي يا دولة، ميسي للتربية والتعليم، ميسي يا فنان، ميسي يا أسطورة. أقسم بالله إلا تعلم فيكم التير البارح. أجرب فيكم جميع أنواع التسديد، المراوغات، ما خلا ما دار فيكم. فينا هما بلاطوات تبيع العجل، فينا هما ما شفنا والو. شوف معايا، شوف باق. صافي في اخر ايامكم لو كيضحكوا عليكم العوازه. راه قالها لكم اصلا هذا في واحد الفيديو من قبل، قال لكم ميسي راه غادي يشلخكم، وفعلا هي اللي دار لكم وهو جا كيتشفى دابا وضاحك مع راسو. ولكن اجيو تشوفوا معايا الكاوري، داك الكاوري شنو دار لهم، داك الميريكاني اللي كتعجبو المغرب وكان لابس التوني ديال المغرب. شوف على كلاش، بالكم اجمل لقطه للمغاربه في هذا الماتش هذا فين تبان 3-0 ديال ميسي. شوفوا هذا المشجع الارجنتيني كيفاش غيحتفل من ماركا ميسي. لا دايره مقصوده، قاصحه عليهم بزاف، قاصحه اكثر من هذوك ثلاثه البيوت. شوف حشومه. لا او يجبدوا عليهم. يجبدوا عليهم. بس لينا الجمهور تاع الارجنتين راهم ربحوهم برا.
وجا المنتخب الارجنتيني وميسي كملوا عليهم في التيران دقدقوهم. هذا الراحه يا سيدي ربي، حنا مرتاحين، حنا عاجبنا الحال. عرفتي المغاربه مشاو ينعسوا فرحانين وفاقوا وفرحوا اكثر. ليله وحده ربي خلينا حقنا في ليله وحده، الفرحه زاهيه والنشاط. الله على راحة. واحد الحساب قديم سبحان الله تصرف في نهار واحد. أول مرة غادي نسهر وغنعس مرتاح. والله الا بحال هاد النعسه خوتي درت قسما بالله بحال هكا وانا نمشي. راحة الله الله على راحة الله. شتي ها علاش كنقول لكم ما تعاديوش المغاربه، راه كنقول لكم راه المغربي الا مشيتي تعاديتي راه غيطلع عليك، والله تيطلع عليكم. سي تبون قطع على جدنا الانترنت واحد 50 عام، قطع علينا الانترنت واحد 50 عام، المرارك غيطلعوها علينا. الجزائر والارجنتين خلهم على يدي. لا تقولوا الجزائر والارجنتين خلهم على يدي. انا اتوقعها ثلاثيه ارجنتينيه على الجزائر. والله الا خايبه حتى المعوده، خايبه خوتي حتى المعوده، كلشي كيضحك عليك، كيضحك عليك مغربي، كيضحك عليك اماراتي عراقي، وجميع الاجناس كيضحكوا عليكم، جميع الاجناس، غير بسبب داك التكبر اللي فيكم، وحنا ونديروا ونفعلوا وانتم راه والو. حان وقت قول الحقيقة يا اخوان، الحقيقة اللي راح يزعل منها البعض. اسف، لازم اتكلم بالحقيقة يا اخوان. المنتخب المغربي هو المنتخب العربي الوحيد الذي شرف المنتخبات العربية في قارة افريقيا. المنتخب المغربي هو الذي يقاتل في البطولات القارية لوحده، هو الذي يشرف المنتخبات العربية في قارة افريقيا. المنتخب المغربي قدم بطولة استثنائية في قطر، وسيقدم بطولة تاريخية في امريكا. يا اخوان والله معلش، ما في منتخب عربي في قارة افريقيا مثل قوة المنتخب المغربي. لا يمكن لا يمكن لا يمكن اي منتخب عربي يوصل مثل اللي وصل له المنتخب المغربي في قارة افريقيا. اسف هذه الحقيقة، اسف. والله يخطوكم المغاربه حتى يشتموكم القور قسما بالله. شتي لا خطوكم المغاربه والله الا فضيحه مور الاخرى، فضيحه مور الاخرى. اذا اخوتي غنخليكم مع مزيد من الفيديوهات تفرجوا فيهم على راحتكم، ولي كومونتير الخوت ضحك تفرشخ ليا مع راسك، علق كيف بغيتي، علق كيف بغيتي. يلا تهلاو ليا في ريوسكم. انا من اليوم قررت نعيش حياه هادئه، نضرب تيزانه مع الكرواسون وبعيدا عن التوتر الكروي. هذه هي، ما نقلق روحي، ما ندير عليا لا بريسيون ما والو. كاصل بك ما تكاليفيتوش والله العظيم، كعرفت هكا والله ما تكاليفيتوش. هكا تضحكوا علينا، السيد في عمره 50 سنه يمارك عليك 3 بيت. استغفر الله يا ربي، استغفر الله. ثم قال ماذا؟ قال ميسي مش يطلع المسيح الدجال في الاخر برجولية. اهدافه متعة اليوم، متعة. شنو توا معناها المنتخبات العربية الكل تعادلت وفضت امورها، كان نحنا وتزاير زاد معانا ديما مع بعضنا، نحنا في السراء والضراء ديما مع بعضنا. كيفاش هي؟ صح، احنا الجزائريين والتوانسه خوا شعب واحد، دين واحد، 5 واحد. هي لا خاطرنا خسرنا هي. اما زاد راهو المنتخب الجزائري في بالكم ولا هو اول منتخب يقبل هاتريك، معناها الجوار ماركيلو 3 بونتوات اللي هو ميسي، بتبيع مسيح الدجال هذيك. علاش؟ فهمت؟ 40 سنه عمره عمل 3 بونتوات وخرج. تبهديله من عيار صاحبي. اما برجوليه لونترينور عجبني كي خرجوا، ولا يخاف عليه، يقول لك يمشيوش يكسروه ولا حاجه. برجوليه معناه بصحته، شابو ليه والله. جول ليو جول، هذا تكفيه كرة واحدة، لعبة واحدة، ضربة واحدة، هربة واحدة. نتمناو كل التوفيق لاخواتنا الجزائريين في البارتيات الجايه، ونحن بالطبيعه وكهو معناها، وبالتوفيق للنمسا زاد تو هي والاردن. السلام عليكم. وان تو ثري. باش خسرات لالجيري؟ لا الله يجزيكم بخير، الله يجزيكم بخير. شوف، ما تبدعوش بزاف لي كومونتير وداكشي، ما تبدعوش. تحيه كبيره للاشقاء ديالنا الارجنتينيين، ومبروك الفوز ب3-0. الله يرضيك.
ميساوي الشقيقه ديالنا الارجنتين اللي لولا زحزحات القارات كانوا يكونوا الجيران ديالنا. دوماج جا بيناتنا البحر فرقنا. مبروك اداء ولعبا واهدافا وحضورا وعودوا الى الارجنتين، عودوا الى الارجنتين، لا نريد شيئا. ميسيون اكومبلي. ما جبدناكمش باش تعلموا تلبسوا التوني ديال البرازيل اللي ضحكت بلوكا. بون خوتي الله غالب معي تشاد وهذه ديرنيير بال ديرنيير بال خو اضطريت اني سيبورتي الارجنتين خويا بالك تخرج عكس الله يجيب الخير الارجنتين هولا تحيا ميسي خويا اسمح لي قلت لهم يسكن بالبوضاوي اسمح لي خويا كنت ما نفتحكش ان شاء الله الارجنتين غادي تربح 1-0 سمحوا لي الله غالب فوق جاد معي تشاد وطرتك خوتي سكو عندي عين بولام انا خويا هذه هي قيو. ابو دريكه قال لك ميسي يلعب بلاي ستيشن ابن اللذين يلخص لك اللي تقال الكل اليوم. ميسي سجل هاتريك اليوم، مباراة تاريخية. راهو تشوف تمركز ميسي في الملعب وكيفاش يتحرك وين يمشي وين يجي وكيفاش يتنقل. راهو الهدف الثاني خير دليل كيف الكرة كي تشاتت رجعت قدام سقيه حطها في الجول. شوف التمركز نتاع اللاعب عمره 38 سنة، راهو مش عادي. اليوم مسجل هاتريك والهدف رقم 120 ليه مع الأرجنتين. ونزيدكم زيادة الهدف الأول متاع الأرجنتين اللي نحاه الحكم بداعي تسلل. راهو الخبراء رجعت بعد المباراة الآن رجعوا شوفوا الهدف، هدف صحيح 100%. يعني المفروض الهدف هذا ما يتلغاش. ميسي اليوم مرعب في السن هذا بالأرقام هذا. 120 هدف مسجلهم مع الأرجنتين، هاتريك اليوم في العمر هذا في أول مباراة افتتاحية في كأس العالم. بالنسبة لي هو جنون. لكل المغاربة اللي شمتانين في هزيمة المنتخب الجزائري، يا باشا ما تشمتش وما تفرحش لأن الجزائريين اتهزموا بالظلم التحكيمي، وانت طالع فرحان وبتطبل لميسي عدو الدين. تمام، انا حابب اقول لك يا باشا انت كمان هتخرج بظلم تحكيمي باين وهتتكلم وهتعيط وهتدبدب رجليك في الارض. فما تفرحش يا باشا لان هيبقى واضح كده من كاس العالم ده هيبقى فيه مجاملات كتير للمنتخبات الاوروبيه على صالح المنتخبات العربيه والافريقيه. فانا حابب اقول لك انت هتلاعب اسكتلندا الماتش الجاي هتتظلم فيه تحكيميا، ومغاربه اللي مفكرين نفسكم مكملين احتمال كبير وبنسبه 70% بقولها من دلوقتي بالظلم التحكيمي تخسروا امام منتخب اسكتلندي وتودعوا بطوله من دور المجموعات. فما تفرحش يا باشا وتشمت عشان ما تجيش فيك انت كمان وتتغلب بالظلم التحكيمي وتعيط.